لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر. السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس ومهنيين في حياتكم، ومرحبا بكم في فيديو جديد. وصفتنا لنهار اليوم تليتلي اكسبريس، يوجد في وقفه ويطيب على حبه ويجي قرا في البنه. كما قلت لكم طريقه بزاف سهله بلا تفوار وبدون اي تعقيدات. ليسانسيال اذا كنتوا انتريسي مع لا فيديو يلا نشوفوا طريقه التحضير. بسم الله، نبداو في لاكوكوط. حطيت لي مورسون تاع الدجاج، واذا متوفر اللحم خير وخير طبعا. وضفت مغرفه كبيره نتاع السمن وزوج مغارف نتاع زيت، وخلطتهم وخليتهم يتقلاو. من بعدها ضفت حبه كبيره نتاع بصل كنت ديجا رابيتها وخليتهم يتقلاو على ابتيفو. البنات ماكلتكم باش تجي عسل وتجي بنينه قلوها مليح مليح. ناس بكري واش يقولك طيبي على الشمعه ومرقي بالدمعه، يعني قليها على نار هاديه وما تكثروش الماء باش هكا تجي ماكلتكم حلوه وعسل. وكيما شفتوا كنت ضفت 3 فصوص نتاع الثوم ومغرفه صغيره تاع طماطيش الباطا. ما تكثروش طماطيش تاع الباطا على خاطر لاصوص نتاع تليتلي ما تحبش طماطيش تاع الباطا، تجي هذيك لاصوص قارصه شويه. اذا نكتفوا بمغرفه صغيره برك. وضفت حبه تكون متوسطه تاع طماطيش. كنت سكرفجتها، انا نفضل طماطيش نسكرفجها خير من نديرها في الاشوار. علاه؟ في الاشوار تتميكسا كامل وتعطينا هذاك اللون الكلار اللي يجي صامت، على عكس انه نسكرفجها تبقى محافظه هكذا على لونها. وكنت ضفت نص مغرفة حار. وبالنسبة لي تيبيز درت راس حانوت وشوية قرفة وفلفل كحل وكركم وفلفل عكري ونص مغرفة كبيرة ملح، يعني يبقى الملح حسب الذوق، وخليتهم يتقلاو. بعد ما تقلاو ضفت شوية حمص مع حبة زرودية قطعتها على ربعة، يعني زرودية اختيارية، وزدت الحار. شوفوا لي هنايا كيفاش تقلاو لي مليح. هنايا المراق درت الماء قيس ريتلا وسكرت لاكوكوط وخليتهم يطيبوا. نروحو درك هاد التيتلي في مقلا درت مغرفه نتاع زبده من احسن زبدة مدنا، ذوق بزاف هايل في التيتلي نتاعنا. ونزيدو زوج مغارف زيت هكذا باش ما تتحرقلناش الزبده. ونضيف كيس كامل تاع التيتلي فيه حوالي 500 غرام، ونحمصو حتى نتحصلوا على لون ذهبي. بالكم برك تحرقوه. الفايده هنايا نتاع تحمص التليتلي اولا باش ما يتعجنناش، وثانيا اللون يمدنا لون بزاف هايل، واخيرا الكو سيرتو اذا حمصتوه بالزبده. وهذه هي الكميه هنا نتاع التليتلي توكل 6 اشخاص، وانت ديري على حساب عائلتك. هنايا كان طابت المرقه نتاع تليتلي. نحو لي مورسون تاع الدجاج والفلفل والزروديه والحمص، ونجيبو كسرونه تكون واسعه شويه. انتي تحبي تكملي في لاكوكوط، انا ما ساعدتنيش. نفرغوا الكميه نتاع التليتلي في المرقه ونخلوها على نار هاديه، ومره على مره خلطوها اونتي جامي تلصق ولا. المهم حتى تتشرب كامل هذيك لاصوص. فوالا كيما شفتوا سكرت عليها الكسرونه وكنت مره على مره نحركها. وفي جهه خلاف كنت حمرت لي مرصون تاع الدجاج وغليت البيض. ان شاء الله تكون طريقه الشرح مفهومه وواضحه. صراحه هذه الوصفه تستحق التجربه لانها توجد في وقفه وما تدش قاع اليد. تقدري ديريها لضيف الغفله، راح تحمر لك وجهك والديكور تفني كيما تحبي وباللي عندك. هنا كانت شربت لي لاصوص. درت مغرفه نتاع زبده وتسكروا عليها وتخلوه تزيد تتشرب كامل ونقدموها. هذه الوصفه مش حتشدك كامل كما شفتوا في البدايه. درت لاصوص ومن بعدها حمصت ليتلي، ومن بعدها خليته يتجمر على نار هاديه، ومره على مره نحركو. كي نشوفوا التليتلي نتاعنا تشرب هذيك لاصوص كامل، نزيد مغرفه نتاع زبده ونغلق عليه ونخليه مام 5 دقائق، ونقدموها بصحتنا وبصحتكم. وفي التزيين انا كنت درت في الجوانب الزروديه وفي الوسط الحمص وفي الاطراف لي مورسون تاع الدجاج وقرن حار من فوق والبيض مغلي، ورافقتها مع شلاضه. وهذه هي وصفتنا لنهار اليوم. ان شاء الله تكون مفهومه وتجربوها وتعجبكم باذن الله. هيا معليا غير نقول لكم تهلاو في روحتكم، في الملتقى ان شاء الله. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير برا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر.